أفضل 10 أفلام هندية جديدة في 2024 تستحق المشاهدة. لو بتحب الأفلام الهندية بوليوود بالتحديد وعايز تعرف إيه الجديد والمميز اللي نزل في 2024 فالفيديو ده ليك. عشان كده أنا هعرض لك في القائمة دي أفضل الأفلام الهندية الجديدة اللي تستحق المشاهدة في السنة دي، سواء بقى من الأكشن، من الدراما، من الرومانسية، وكل اللي بينهم. ولكن في البداية بنرشح ليكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. الفيلم الأول معانا هو فيلم ماجون إكسبريس، وده فيلم كوميدي وتقييمه على موقع IMDb 7.1 من 10. بتدور قصته عن 3 أصدقاء من أيام الطفولة، واللي بياخدوا قرار إن هم يسافروا لولاية جوا في الهند. والرحلة دي بتبدأ بشكل عادي جدا، ولكن بتنتهي بسلسلة من الأحداث المؤسفة اللي بتغير حياتهم. والفيلم ده بيعتبر واحد من أفضل الأفلام الهندية الكوميدية في 2024. والفيلم التاني معانا في القائمة هو فيلم لاباتا ليديز، وده برضه فيلم درامي كوميدي وتقييمه على موقع IMDb 8.4 من 10. بتدور قصة الفيلم في 2001 في قرية صغيرة في ريف في الهند، وبتركز القصة على مغامرات عروسين بيضيعوا من نفس القطار في نفس الوقت. ومن هنا بتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة اللي بتاخدهم في رحلة اكتشاف كبيرة عن نفسهم وعن الحياة. والفيلم التالت معانا هو فيلم أجافو ثامب، أو فيلم حياة الماز، وده فيلم درامي وتقييمه على موقع IMDb 7.1 من 10. وده واحد من أكتر الأفلام الهندية اللي اتشهرت في الوطن العربي في سنة 2024، واللي بيحكي عن قصة المهاجر الهندي نجيب، واللي بيقرر إن هو يسافر السعودية علشان يدور على دخل كويس، ولكنه بيتفاجئ إن هو يتعامل كعبد في وسط الصحراء، وبيبدأ إن هو يواجه المصاعب غير المتوقعة. والفيلم الرابع معانا هو فيلم مهراجة، وده فيلم أكشن وتقييمه على موقع IMDb 8.6 من 10. بتدور قصة الفيلم حوالين حلاق بيقرر إن هو ينتقم بعد ما بيحصل سطو على بيته، وفي نفس الوقت بيحاول يقنع الشرطة بسرقة حاجة مهمة جدا منه. وبتبدأ الأمور تتوضح تدريجيا حوالين الشيء الغامض اللي اتسرق، واللي بيكون ليه تأثير كبير على حياته. والفيلم ده كويس جدا وبنرشحه لمحبي الأكشن والجريمة. والفيلم الخامس معانا هو فيلم شيطان، وده فيلم رعب وتصنيفه على موقع IMDb 6.6 من 10. بتدور قصته حوالين صراع بين الخير والشر، واللي بيبدأ لما كبير وعيلته بيوافقوا إن هم يدخلوا شخص غريب وودود وغامض لبيتهم. ولكن مع مرور الأحداث المثيرة العيلة بتضطر تواجه أسوأ كابوس في حياتهم وسط أجواء مليانة بالسحر الأسود والشر. والفيلم السادس معانا في القائمة هو فيلم مانجويل بويز، والفيلم ده تصنيفه دراما ومغامرة وتقييمه على موقع IMDb 8.3 من 10. بتدور قصة الفيلم حوالين مجموعة من الأصدقاء، واللي بيقرروا إن هم يخرجوا في رحلة لوادي كوداي كانال علشان يكتشفوا الأماكن المحظورة اللي هناك. بس الأمور بتتعقد لما واحد منهم بيقع في كهف جونا الخطير، واللي اختفى فيه ناس كتير قبل كده. وبتبدأ مغامرة مثيرة لإنقاذهم من الموت. والفيلم السابع معانا هو فيلم ماري كريسمس، وده فيلم رومانسي وغامض وتقييمه على موقع IMDb 6.9 من 10. بيدور قصة الفيلم حوالين راجل ومراته بيتقابلوا في ليلة راس السنة، وسريعا بيتحول الإعجاب اللي بينهم لكابوس بيؤدي لفوضى كبيرة وبيغير مسار حياتهم بشكل غير متوقع. والفيلم الثامن معانا هو فيلم شاندو شامبيون،
والفيلم ده تصنيفه سيرة ذاتية وتقييمه على موقع IMDb 8 من 10. بتدور قصة الفيلم حوالين رياضي بيواجه عقبات كتيرة، ولكنه بحماس كبير ورفض تام للاستسلام بيبدأ رحلة علشان يحقق حلمه في الوصول لأول ميدالية ذهبية فردية للهند في الألعاب الأولمبية. والفيلم التاسع معانا هو فيلم عمار سينج شانكيلا، والفيلم ده بيقع ضمن تصنيف السيرة الذاتية والموسيقى والرومانسية، وتقييمه على موقع IMDb 7.8 من 10. بنشوف من خلال الفيلم السيرة الذاتية للمغني الهندي الشهير شانكيلا وأغانيه اللي قدمها مع زوجته أمارجوت، واللي عملوا ضجة كبيرة في كل أنحاء الهند. وبيوضح الفيلم إزاي تحولت أغانيه التافهة لرمز إلهام لكتير من الناس. والفيلم الأخير معانا في القايمة لأفضل 10 أفلام هندية جديدة في 2024 هو فيلم ميدان، والفيلم ده بيقع ضمن تصنيف الرياضي الدرامي، وتقييمه على موقع IMDb 8 من 10. بيحكي قصة الفيلم حياة المدرب الهندي سيد عبد الرحيم، واللي يعتبر واحد من أفضل مدربي كرة القدم في تاريخ الهند، واللي لقبوه بمهندس كرة القدم، وده بفضل استراتيجيته العبقرية اللي طبقها مع لاعيبته في الملعب، وقدر إن هو يصنع بيهم مجد لا ينسى في كرة القدم الهندية. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أشكركم جدا وأقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد، وأشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، وسلام.